صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معنا النهارده فيديو جديد وروتين جديد. هو يعني مش روتين قوي، هو يعني ايه، حاجه كده زي ايه، زي زقه بزق نفسي ان انا عايزه ارجع تاني اصور تاني، وعايزه اتشجع تاني بصراحه. ومش عارفه، كان بقالي فتره كبيره قوي قوي ما صورتش ولا فتحت الكاميرا ولا ده الستاند كان ضايع مني اصلا. فالحمد لله. اول حاجه، بصوا، انا الاول كان بقالي يعني فتره من اخر مره صورت فيها كان في رمضان. كان يعني في اوائل رمضان، وبعدين جيت صورت في العيد. بعدين جه بقى الصيف جه، خلاص بقى يعني ما انا طول الصيف بعمل بيات صيفي، ولا بتكلم ما بعملش اي حاجه غير ان انا حرانه. بفضل طول الوقت مكشره، طول الوقت متضايقه، طول الوقت حرانه، وطول الوقت مش طايقه نفسي. فما حدش يقول لي بقى كنت هاتي الكاميرا وصوري. انا اصلا يا جماعه كنت بخش اعمل الاكل في المطبخ بالعافيه واطلع جري منه. انا يعني هو مش دلع، هو انا ساكنه في الدور الاخير ومفيش فوقيه اي عزل في السطوح من فوق يعني. فلكم ان تتخيلوا بقى، يعني اللي زيي هتكون حاسه بيا اكيد. فاحنا كناس يعني، كل اللي ساكنين في الادوار الاخيره عارفين الموضوع ده، واكيد بيحسوا نفس الاحساس كده في الصيف زيي. فيلا الحمد لله بقى الشتا داخله والجو بدأ يطري شويه. ويوسفنا اقول لكم ان انا يعني مش هصور غير بقى في الخريف والشتاء والربيع بس ان شاء الله. غير كده الثلاث شهور بتوع الصيف دولت هيبقوا ان شاء الله اجازه، او ممكن اروح يعني انقل في مكان تاني ان شاء الله. بصوا بقى، هو النهارده الروتين بقى يعني ايه، كان اول يوم ده انا كنت نازله فيه. فيعني ايه، يعني ما تعمقتش قوي في الروتين. فانا بس عامله الفيديو ده كفيديو رجوع، اللي هو رجوع بعد الغياب يعني زي ما بيعملوا كده. فقلت بقى ايه، قلت امسك الكاميرا بقى واصور تاني عشان ارجع اتعود تاني بقى على التصوير. بصوا يعني، ولا صورت وانا بعمل الاكل ولا صورت اي حاجه. انا بس صورت لكم كده، يعني اللي هو التنظيف بره والمطبخ انا كنت عاملاه من بالليل، بس ما كملتش اليوم. فمعلش بقى يعني، استحملوني بقى لحد اما ايه ارجع اتعود تاني ان انا اصور. طبعا شفتوا بقى منظر الصالة كان الاول كان عامل ازاي. بصوا انا بقى يعني ايه، انا عندي مبدأ، انا يعني كلنا ستات نضاف وحلوين وبننضف وبنروق وبنعمل كل حاجة. بس يعني ايه، يعني بنسيب العيال يلعبوا، بنكركب. كلنا يعني بشر، بنقعد بندهول الكنبة، يعني كده اللي هو عادي يعني، دي حاجة عادية كبني ادمين. يعني في ناس بقى يعني ايه بتبقى على الشعر، اللي هو ايه، لا يعني تقريبا بيقعدوا على الهوا عشان ما يبهدلوش الكنبة. فلا انا، لا انا عادي ممكن اقعد وممكن اكركب واقلبها بقى اخر مليطة، وفي الاخر خالص اقوم اروق مكاني. بس لكن ان انا بقى افضل يعني ايه محافظة طول ما انا قاعدة محافظة على المكان، لا انا مش بعرف اعمل كده بصراحة. انا بكركب والعيال بيكركبوا، كلنا بنكركب عادي. ده انا يعني كنت مصوره لكم قبل كده فيديو بتاع يوم الخميس، شفتوا كان اللب وقش السوداني والحاجات الحلوه دي كلها كانت عامله في ايه في الشقه. فعادي يا جماعه، احنا يعني بنكركب وبنروق الحمد لله. المهم ان احنا ايه بنروق ورانا، يعني ما نسيبش الدنيا كده في الاخر. تيجي اخر اليوم مثلا لمي الدنيا وراكي، لمي ورا العيال، يا ستي الصبح قومي اعملي، مش مشكله. الحمد لله لقيت فردة شبشب، الحمد لله. انا بقى مش عارفه الشباشب بتروح فين، يعني زي ما انتوا شايفين كده، شبشب ورا الكنبة، واحد يخش تحت حاجة، تحت سرير، مش عارفة. عندنا شباشب كتير جدا. انا ساعات من كتر ما مثلا ايه يعني، خلاص بيأس ان انا هلاقي الشبشب، بشتري شبشب جديد والله. يعني بقول مش مشكلة، هو تغيير. وفي الاخر بلاقي عندي شباشب قد كده وكلهم برضو بيضيعوا ومش عارفة بيروحوا فين. اديني لقيت فرد اهو تحت الكنبة. يورو بيسلم عليكم. بصوا الحيوان، بصوا لزق نفسه ورا الكنبة ازاي يعني. بصوا، اجي بس اروق او اعمل حاجة في الشقة، بيفضل قاعد مراقبني ويفضل ورايا ويفضل يجري ورا الشرشوبة. يعني بصوا بيجنني كل ما انضف بس. او خلاص كده هو كده دخل ورا الكنبة.
انتوا بقى عاملين ايه يا ترى؟ وبقالي فترة كبيرة قوي قوي ما بصورش ولا بهتم ولا بعمل اي حاجة. وساعات كده تلاقيني قلبت، اصل انا شخصية يعني ايه، يعني هوائية شوية. يعني ساعات تلاقيني قلبت اقول ايه الهبل اللي انا بعمله ده، تصوير ايه وهبل ايه، انا مش هصور تاني. وشوية تلاقيني مثلا ايه زهقانة، يعني عايزة اعمل حاجة جديدة، عايزة، مش عارفة، يعني تحس ان الواحد برضو بيحس ان هو ايه، عايز يبقى فيه تغيير في حياته. وساعات اتسحل في الشغل، ومثلا يبقى عندي شغل كل يوم كل يوم ورا بعض، وانا شغلي مرهق اصلا، فتلاقيني ايه يعني مش عارفه اصور ولا عارفه اعمل اي حاجه، يا دوب اروح الشغل اجي اعمل الاكل وانام او اقعد ما اعملش اي حاجه تاني. ف يعني مش عارفه، موضوع التصوير بالنسبه لي مش الموضوع مش مستقر قوي. انا نفسي استقر على حاجه، انا هصور ولا مش هصور، هكمل في القناه ولا مش هكمل في القناه ده. يعني انا خلاص داخله على سنه اهو، انا قطعت فتره كبيره، قطعت 6 شهور، وخلاص قلت انا مش هكمل. بعدين يعني جيت زهقت، دلوقتي انا زهقانه عايزه اكمل، فقلت هكمل. يا عالم بقى بعدها مثلا بشهر ولا حاجه هكمل ولا مش هكمل، مش عارفه. بس انا ايه يعني ببقى زهقانه كده. ادعولي بقى ان انا اثبت على رايي، سواء هكمل او مش هكمل ان شاء الله. إيه، انا عايزه اوريكم برضو، يعني عايزه اعمل حاجات جديده كده، هوريكم يعني لقطه كده في اخر الفيديو ان شاء الله. كنت يعني هوضب اوضه الولاد، فهوريكم الاوضه قبل التوضيب ان شاء الله. والفيديو جاي باذن الله هيبقى في الاوضه بتاعه الاطفال ان شاء الله. يعني مش هعمل اي حاجه غير اني اعمل ده. المهم ان هو خرج من شويه. طب رجعت تاني ليه يا ابني؟ بصوا بقى، انا في حاجه بعملها يعني متعوده عليها، والحاجه دي بتريحني قوي. ان انا ايه، يعني شقتي صغيره كده كده، هقول لكم بقى على طريقه ان انا ايه يعني بنظف الشقه كلها مره واحده. ان انا بمسك الشقه كلها، بكنسها كلها مره واحده. يعني اخد من الاوض الاول، اطلع من جوه على بره، واخد من المطبخ والطرقه وكله اكنسه كله على الصاله كله كده مره واحده. وانا بمسح نفس الموضوع برضو، تلاقيني بمسح حتى المطبخ لو هو مش متروق من فوق، يعني مثلا في مواعين او حاجه، برضو باخده مثلا ايه مسحه كده مع الشقه. بتحسي بقى ان الارضيه كلها بتاعت الشقه ممسوحه ونظيفه قوي، يعني بتحسي بفرق جامد قوي. الترابيزه دي انا كنت جايباها كده، انا جبت الاول ترابيزه اللي هي الحديد اللي هي بتفتح وتقفل دي، حسيتها بقى كبيره جدا جدا على الشقه وزنقانه، واللي هو مش عارفين نعدي. هي دي برضو زنقانه، بس يعني اللي هو لا، يعني مش نافعه اصلا في الشقه. فغيرتها وديت التانية دي مكان تاني يعني. وجبت دي بقى، دي كنت جايباها ب200 جنيه. يعني هي كويسه وعمليه وبتقضي الغرض وحلوه، يعني مش وحشه. بس بقى احنا كده خلصنا خلاص الروتين. عايزاكم بقى تشجعوني كده عشان ارجع تاني كده وارجع اصور واتشجع. وهوريكم بقى دلوقتي اوضه الولاد. انا هوريها لكم قبل التوضيب، قبل ما اعمل فيها اي حاجه. هوريها لكم قبل ما اعمل فيها اي حاجه، وان شاء الله هصور فيديو تاني وانا بوضبها او وانا بغير فيها يعني. بصوا بقى، يعني الواحد بيحس براحه نفسيه، يعني راحه نفسيه فظيعه لما بينظف وبيمسح. عارفه ممكن تروقي وتكنسي ما تحسيش بالراحه النفسيه دي. سبحان الله سبحان الله يا بنات، لما بتمسحي بتحسي بحاجه تانية خالص، بشعور تاني خالص. فبحب قوي قوي اليوم اللي انا بمسح فيه. بص، انا كنت نسيت بقى اعمل الباب، دايما المرايه دي بلاقيها مبصمه كده من ايد الولاد، فقلت اعملها برضو بالمره. بس وقلت بقى اشغل شويه قران كده، بقى لي فتره برضو ما شغلش قران في البيت. مش عشان حاجه، عشان أنا يعني ما كنتش قاعده كتير، مش ببقى قاعده كتير في البيت، ببقى معظم الوقت مثلا بره في الشغل، بعمل حاجه مشغوله نايمه كده، فتلاقيني مش فاضيه يعني. والقران طبعا لو احنا شغلناه لازم نقعد ونسمعه، او مش تقعدي تكوني حتى بتعملي حاجه بس لازم تسمعيه. ما ينفعش القرآن تشغليه وتسيبيه، او تتشغلي عنه باي حاجة تاني وما تسمعوش. لا، يعني ربنا قال ان احنا لما القرآن يتقري ننصت ليه ونستمع ليه كويس يعني. بس بقى انا كده خلصت خلاص، وبوريكم بقى يعني نظرة نهائية كده سريعة. والحمد لله الاستاذ يورو رجع بالسلامة وبيلقي نظرة برضو تحس ان هو حاسس بتغيير، هو نفسه حاسس بتغيير.
بس بقى يا بنات، وكنا عاملين بقى عاشورة في اليوم ده. وتعالوا بقى اوريكم اوضه الاطفال. واخيرا اخيرا يا بنات هنصور في مكان تاني غير الصاله والمطبخ. انتوا يعني اكيد زهقتوا، انا زهقت لكم والله. فبصوا بقى، الاوضه هنا طبعا كانت متكركبه بقى ومتدهوله. والدهانات طبعا بايظه زي ما انتم شايفين، دهانات قديمه جدا. فاحنا بقى هنفك كل ده، مش هنفك السرير، هنفك حاجات كتير قوي. ونشيل المراتب والحاجات دي كلها. يعني ايه، هندهنها من اول وجديد، وان شاء الله بقى هوضبها من اول وجديد. خليكم معايا بقى واستنوني الفيديو الجاي. مع السلامه.